تخيلوا معايا واحد الطالب قرأ القرآن وحفظه كامل وتعلم الفقه والعلم حتى ولا من أكثر الناس احتراما في القرية. ولكن كاين واحد الشرط ضروري باش يولي إمام رسمي في المسجد، خاصو يتزوج. المشكلة ماشي هنا، المشكلة هو أن هذا الطالب عمرو عاش وسط النساء وما فهم والو في حروف النساء ولا في مكائدهم وأسرارهم. هادشي غادي يخليه يخرج من القرية في واحد الرحلة غريبة، رحلة غادي تقلب حياته كاملة، وغادي يلقى راسو خدام عند واحد الوزير ومتنكر في شكل مرأة. ومن بعد غادي يتلاقى جني كان مسجون داخل واحد القنينة. هادشي كامل وقع في واحد المسلسل مغربي اللي يجمع بين الكوميديا الخيال والمغامرة وحتى الأساطير الشعبية، فيلم سوق النساء واللي أغلبية فينا تفرجوا فيه. القصة ديالنا كترجع لواحد الزمان قديم فين كان واحد الطالب شاب معروف بالاجتهاد ديالو وفي العلوم والفقه. سنوات طويلة هو كيقرأ وكيتعلم حتى حفظ القرآن كامل وكمل القراية ديالو في الجامع. ومن نهار رجع للقرية ديالو الناس قبلوه بفرحة وفخر حيت شافوا فيه شخص مناسب باش يكون إمام ديال المسجد. ولكن كانت كاينة واحد المشكلة اللي هي ما نقدوش نقولوا عليها بسيطة. الإمامة ماشي غير علم وحفظ القرآن، كان خاصو يكون متزوج. وهنا الطالب لقى راسو قدام واحد الامتحان جديد، امتحان ما قراش عليه في حتى شي كتاب. كيفاش غيتعامل مع مرته، كيفاش غادي يختار مرته المناسبة ولا الزوجة المناسبة، وشكون هي المرأة اللي تقدر تكون شريكة حياته. وبدل ما يبقى في القرية ويغامر بالزواج بلا ما يفهم والو، قرر يدير واحد الحاجة اللي هي غريبة، يمشي ويكتشف عالم النساء بنفسه. وهكذا شد الطريق هو كيظن أن الرحلة غادي تعلمه كيفاش يختار الزوجة الصالحة. ولكن اللي ما كانش عارف هو أن الطريق غادي يجيب له مفاجآت كبر بكثير من اللي كان متوقع. في هذه الرحلة غادي يتلاقى بواحد المرأة ولا بواحد البنت اللي قدو نقولوا لها هي اللي غتعلمو هاد الحروف، اللي كانت سميتها تاجة. تاجة ماشي بحال أي بنت عادية، كانت ذكية، كانت عندها سرعة البديهة، وكانت عندها واحد القدرة غريبة على أنها تلعب بالكلام وبالمواقف. ومن أول لقاء بينها وبين الطالب غادي يبدأ يكتشف أن العالم اللي كان كيظن أنه فاهمه مازال ما عارف منه والو. تاجة غادي تدخل الطالب في واحد السلسلة ديال المواقف الطريفة والمغامرات الغريبة، حتى غادي يلقى راسو بعيد بزاف على الحياة الهادئة اللي كان عايشها في القرية مع ماما وباباه. ولكن المصيبة الحقيقية غادي تبدا من غادي يلقى راسو داخل القصر ديال واحد الوزير على اساس انها عنده بنت وباغي يزوجها. وفي التالي غادي يلقى راسو منكر في هيئة امرأة وخدام في القصر. والاغرب من هذا الشيء كامل غادي يضطر يتنكر في زي ديال المرأة مدة طويلة. وتخيلوا معايا طالب فقيه حافظ القرآن باغي غير يتزوج باش يولي إمام، فجأة يلقى راسو متنكر في الباس ديال المرأة وخدام في دار الوزير. وهنا كتزيد الأحداث تعقيد وكيولي كل موقف أغرب من اللي قبله. ولكن تاجة كانت هي السبب في جزء كبير من هذه المغامرة. غادي تلقى راسها مضطرة تعاون الطالب وتخرجوا من الورطة اللي هي وحلته فيها. وهنا غادي يتبدل كل شيء، حيث في وسط هاد المغامرات غادي تقودهم الصدفة لواحد السر غريب بزاف، واحد القرعة. ولكن ماشي قرعة عادية، داخلها كان مسجون جني سنوات طويلة، والجني حابس ولا محبوس في ديك القرعة حتى جا الطالب وحرره من داك الحبس. ومن بعد ما خرج بدا الجني كيحكي له قصته، حكى لي كيفاش واحد المشعوذة قوية لقات عليه لعنة وسجناته في ديك القرعة لمدة سنوات طويلة وحرماته من الحرية وأنه يشوف ضوء الشمس. وانا الطالب غادي يلقى راسو قدام فرصة ما كانتش في الحسبان، حيت الجني مقابل ديال التحرير ديالو قرر يمنحه واحد الأمنية، وهي أي حاجة غيطلبها يقدر يحققها عليه. وهنا السؤال، واش غادي يطلب الطالب؟ واش فلوس؟ واش جاه؟ واش قوة؟
واش حكم واش سلطة، ولا غادي يطلب شي حاجة أخرى حنا ما عارفينهاش. من بعد كل هاد المغامرات وبعد ما شاف بعينيه عالم مليء بالمكر والخداع والمفاجآت، الطالب ما بقى باغي لا ذهب ولا سلطة ولا حتى مغامرة يديرها من غير هادشي اللي داز عليه. هادشي انا ما عاودت لكمش كلشي، بلي تاجا دات ليه العود ديالو، بدلاتو ليه بغال، وداك البغال كان غير ديال واحد الطاحونه، وكان مهم بزاف ديال اللعيبات. وفاش عاوتاني في الاخر دات ليه حتى داك البغال، ومهم حتى دخلاتو لديك الدار ديال الوزير وخلاتو خدامه تما. وعاد كانت شي ليله دايره هذيك مرت داك الوزير، وكانوا جابوا ديك التاجه باش تنظم الكلام. المهم تما فين قالت له كيفاش غادي يفك راسو وباش غادي يلقى باللي كاين البغل نيت اللي كانت دات ليه غيلقى حدا واحد الواد. المهم الناس اللي تفرجوا ولا ما تفرجوش انا عاودت لكم دابا القصه باختصار. المهم هو ما بقى باغي والو، ولا باغي غير يرجع لدارهم، بغى يرجع للقرايه، بغى يرجع يقري الدراري الصغار في الجامع، بغى يرجع لعائلته وحياته القديمه. الجني استجاب للامنيه ديالو وحضر ليها عربه باش ترجعو لبلادو. الطالب ركب في العربه وهو فرحان، حيت اخيرا غادي يرجع للحياه اللي كان عايشها، حياه مستقره قبل هذه الرحله الغريبه. ولكن فجاه في اخر لحظه بينما كانت العربه غاديه في طريقها، ما انتبهش لواحد التفصيل صغير. اليد اللي كانت شاده لجام العربه ما كانتش يد شي سائق مجهول، كانت يد تاجه. وهنا كتنتهي الحكايه بطريقه كتخلي المشاهد يتساءل واحد الاسئله. واش تاجه كانت غير بنت ذكيه دخلت للطالب في هذه المغامرات، ولا كانت عندها خطه من البدايه؟ واش الطالب فعلا هرب من سوق النساء، ولا كان باقي ما غاديش يخرج منه؟ فيلم سوق النساء ماجي غير قصة كوميدية على واحد الطالب اللي كيقلب على زوجة، ولكن رحلة خيالية كتخلط بين الموروث الشعبي المغربي والحكايات القديمة، الجن والمشاهدات والمواقف الكوميدية. والفيلم كيلعب كذلك على فكرة بسيطة ولكن ذكية في معناها، بأن الإنسان يقدر يقرأ الكتب ويتعلم العلوم، ولكن كاينين دروس في الحياة ما كاينه في حتى كتاب وحتى في الجامع، خاصك تعيشها بنفسك ولا تغامر باش تعيشها. والطالب اللي خرج من قرايته باش يتعلم حروف النساء رجع وهو حامل معه قصة غرب من أي درس كان يقدر يقراه. ولكن السؤال اللي غادي نخليه ليكم، واش كنتي كتشوف هذا الفيلم اللي هو سوق النساء ملي كنتي صغير كيفاش كان كيبان لك؟ وشنو اكثر شخصيه بقات عالقه لك في الذاكره ديالك؟ واش الطالب ولا تاجه ولا الجني؟ كتب لي رايك في التعليق. واذا عجبتكم هذه الرحله في واحد من الافلام المغربيه اللي جمعت بين الخيال والكوميديا وحتى الاسطوره، ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه، حيت الجاي اغرب ولا الجاي غيكون حسن بزاف من هادشي اللي فات.